عمرك خدت بالك إن في شخص بيبقى يومه مليان شغل وإنجازات، وفي شخص تاني يومه بيعدي بسرعة جدًا من غير ما يلحق يعمل فيه أي حاجة؟ مع إن الحقيقة إن الاتنين معاهم نفس ال24 ساعة كل يوم، الاتنين معاهم نفس الوقت، يعني أنا وأنت وأي شخص تاني سواء ناجح أو فاشل، كل واحد بيقوم معاه نفس الوقت كل يوم ومعاه نفس ال24 ساعة كل يوم، فالفكرة مش في الوقت، الفكرة في العادات اللي بتتحكم في الوقت. في الفيديو ده هاقول لك على 5 خطوات لو بدأت تعملهم هتغير مفهومك تمامًا عن الوقت وعن اليوم. السلام عليكم، أنا ياسر والقناة دي معمولة عشان تكون المكان اللي بنطور فيه عقلنا وجسمنا وكمان طريقة تفكيرنا. لو أنت هدفك تكون الشخص اللي بيطور من نفسه كل يوم فالقناة دي معمولة عشانك. يلا بينا نخش على أول عادة. العادة الأولى، لازم يكون عندك هدف واضح. إنك يبقى عندك هدف واضح وإن عندك حلم دي حاجة بتضيع سنين ناس كتير جدا. يعني مثلا في ناس كل يوم بتصحى تشتغل وتنام وبتعيد نفس الدايرة كل يوم مع إنها ما عندهاش هدف واضح وما عندهاش حلم إنها توصل له. وإنك أنت ما يبقاش عندك هدف واضح وما عندكش نقطة بتشتغل عشان توصل لها، عقلك بيبدأ يضيع وقته في أي حاجة، بيبدأ يضيع اليوم كله في أي حاجة ملهاش لازمة. فمن دلوقتي حدد هدفك، حدد أنت عايز إيه وإزاي هنعمل كده. هتشوف إيه الحاجة اللي أنت تقدر تشتغلها أو إيه الحاجة اللي أنت مستعد تشتغلها ومستعد تتعب فيها من غير ما تزهق، من غير ما تمل. يعني مثلًا في شخص بيروح وظيفته وبيروح شغله بعد ساعة أو 2 أو 3 بيلاقي نفسه تعبان ومرهق ومش قادر إن هو يشتغل ومش قادر إن هو يكمل بقية يومه، مع إنه ما عملش مجهود، بس الفكرة إن هو ما عندوش هدف من الحاجة اللي هو بيعملها. على عكس شخص تاني جدًا بيكون بيشتغل الحاجة اللي بيحبها طول اليوم من غير تعب، من غير ما يمل، وبيروح ينام بسرعة عشان يصحى تاني يوم يعيد نفس الروتين ويعيد نفس الحاجة اللي بيحبها. ده الفرق بين الشخص اللي عنده هدف والشخص اللي ما عندوش هدف. فأنت من دلوقتي تقدر تحدد هدفك، فعقلك تلقائي أول ما يلاقيك عندك هدف هيبدأ يحس بقيمة الوقت وهيبدأ يحس بقيمة كل ساعة بتروح منك. تاني عادة، راقب الحاجات اللي بتسرق وقتك. لازم تعرف وقتك بيروح فين، لازم تدير وقتك، لأنك ساعات بتقول كتير جدًا أنا ما عنديش وقت أو ما لحقتش أعمل حاجة أو اليوم طار، بس الحقيقة إنك لو بصيت على يومك هتلاقي إن الوقت اتسرق منك حتة حتة. في السوشيال ميديا وفيديوهات قصيرة وريلز كتير جدًا أنت عمّال تتفرّج عليها كل يوم عمّالة بتسرق في وقتك، وفي إنك تأجّل أي حاجة أنت المفروض تعملها وتقول هاعملها بكرة ويوم بيجيب يوم، ويوم بيجيب يوم وأنت ما بتعملهاش، وفي إنك تسهر كتير جدًا وتصحى متأخّر وتلاقي اليوم نُصّه طار منك، وبخصوص إنك تسهر وتصحى متأخّر دوّة أنا عملت لها عادة كاملة هافهّمك فيها إزاي تدير إنك تصحى بدري وتنام بدري في الفيديو اللي فات، ارجع اتفرّج عليه. وفجأة تكتشف إن اليوم خلص منك. مش باقول لك ما تستمتعش، استمتع بحياتك جدًا، بس خلّيك واعي لوقتك بيروح فين. يعني اللي بتعملها كل يوم هي الحاجة اللي هيتبني عليها مستقبلك، فأنت لو كل يوم بتعمل حاجة ما لهاش لازمة وبتضيّع وقتك، فأنت غالبًا مستقبلك هيبقى مشوّش أو عشوائي ما لوش هدف. هتخيّل معايا كده أنت كل يوم لو بتضيّع ساعتين 3 في حاجة ما لهاش لازمة، على مدار سنة أنت هيكون ضاع منك قد إيه؟ كتير يا صديقي. تالت عادة، ابدأ حتى لو مش جاهز، ودي أهم عادة أنا محتاجك تركّز معايا فيها. لو هتاخد مني نصيحة في الفيديو ده، خُد مني العادة ديّة، إنك تبدأ. في ناس كتير عشان تبدأ مستنية إن هي يكون عندها اللحظة المثالية والوقت المناسب، مستنية إن هي يكون عندها فلوس وعندها خبرة وعندها ثقة. طب أنت لو عندك كل الحاجات دي هتبدأ ليه أصلًا؟ هم دول سر الرحلة، هم دول الكنز اللي أنت هتكسبه في الطريق. الناس بتشتغل وتنجح على حلمها عشان يبقى عندها حرية مالية وعندها وقت وعندها ثقة وعندها خبرة في مجالها. فأنت لو عايز تبدأ بالحاجات دي كلها فأنت هتبدأ ليه؟ حاجة مش واقعية. كل الناس اللي أنت بتشوفهم ناجحين دول بدأوا وهُم خايفين، بدأوا وهُم متوترين، ما فيش حد بدأ كامل 100%. أنا شخصيًا قدّامك عمري ما بدأت في حاجة وأنا كامل، عمري ما بدأت في حاجة وأنا جاهز لها، أنا باجهز في الطريق. فنصيحتي ليك في العادة ديّة، ابدأ وأنت ناقصك حاجات كتير، أحسن ما تفضل واقف مكانك وأنت كامل. رابع عادة، استثمر في نفسك كل يوم. الاستثمار مش بس في الفلوس، الاستثمار لازم يكون في نفسك أنت قبل الفلوس. اقرا كتاب، اتمرن، اتعلم مهارة جديدة، اسمع بودكاست الناس أنت نفسك توصل لنفس حلمهم ونفس هدفهم، حتى لو نُص ساعة كل يوم. النجاح مش بييجي في يوم، النجاح هو تراكم بسيط لحاجة صغيرة أنت عمّال تكررها كل يوم، ومع الوقت النسخة القديمة دي منك هتنتهي تمامًا وهتختفي، وهتبدأ نسخة تانية جديدة ناجحة أنت نفسك توصل لها. خامس عادة، جهّز نفسك للفرصة، ما تستناش الفرصة نهائي. في ناس فاكرة إن النجاح حظ، وإن الفرصة أول ما بتيجي هي بتروح للشخص اللي عنده حظ أكتر، مع إن الحقيقة هي بتروح للشخص الجاهز، الشخص اللي بيشتغل على نفسه كل يوم حتى لو ما حدش شايفه. فبدل ما تستنى إن حياتك تتغيّر، ابدأ غيّر نَفْسك أنت الأول، وصدّقني أول ما الفرصة تيجي أنت هيكون أول واحد يمسكها. وفي النهاية عايز أقول لك إن كُلّنا عندنا نَفْس ال24 ساعة كل يوم، بس في ناس بتستخدمهم عشان تبني حياتها، وفي ناس تانية خالص بتستخدمها عشان تهرب من حياتها. فابدأ من دلوقتي ولو بخطوة صغيّرة، وخطوة صغيّرة كل يوم هتتحوّل في المستقبل لنجاح كبير. وبس كده وده اللي كان عندي أقوله لك النهارده، وما تنساش تدعمني بلايك واشتراك وتنزل تحت في الكومنتات وتكتب لي إيه أكتر حاجة حاسس إن هي بتضيّع وقتك. أشوفكم في فيديو جديد.